مرة كنت قاعدة لحالي، كل شي تمام، ما في شي مزعج، بس فجأة قلبي بلش يدق بسرعة وصدري دق. سألت حالي شو صاير؟ ليه عم حس بتوتر كتير؟ وفعلياً ما كان توتر، كان في شي تاني أعمق اسمه القلق المفرط. أنا شخصياً كتير مرات بفوت بحالة بضل راجع فيها موقف صار من شهور، كأنه صار قبل شوي. شو قلت؟ وشو كان لازم أقول؟ وشو كان صار لو ما حكيت هيك؟ وأكتر شي بتعب إني بعرف ما في شي بإيدي، بس راسي مو ناوي يتركني بحالي. هاد هو القلق يلي ما له سبب واضح، والتفكير المفرط يلي بيستنزفك بدون ما تحس. ببلش بشغلة صغيرة وبيكبر براسك لسيناريو كامل ما صار ويمكن ما رح يصير. المشكلة الأساسية إنه عقلنا لما بيكون متعود على القلق بيضل يدور على شي يخاف منه، ما بيحب الفراغ، فبيعبي هالفراغ بأفكار واحتمالات بأسوأ السيناريوهات الممكنة. وهالشي مو وهم، علميا في دراسة عملتها الدكتورة نيومي آيزنبرغر بجامعة UCLA، بيّنت إنه لما منمر بقلق أو رفض اجتماعي تشتغل اللوزة الدماغية يلي هي مسؤولة عن الاستجابة للخطر، بس وقت بتضل شغالة على الفاضي بتخلي الجسم بحالة توتر دائم. يعني القلق مو ضعف، هو دماغك عم بيحاول يحميك بس بطريقته الخاصة يلي بتتعبك. وهون لازم أقول شغلة مهمة، القلق مو دائما عدو، بأوقات معينة القلق ممكن يكون مثل صديق واعي بخلينا نركز ونكون دقيقين ونجهز حالنا منيح. يعني مثلا لما تحس بشوية توتر قبل مقابلة شغل أو امتحان هذا طبيعي، القلق بهالحالة بيعطيك حافز لتشد حالك ويحسسك بأهمية الشي اللي عم تعمله. بس المشكلة وقت القلق بيقلب ضدك وبصير موجود من دون سبب وبيكبر زيادة عن حجمه، هون ما عاد عم بنبهك، صار عم بهاجمك وبيضل شغال حتى لو ما في شي بيستاهل. هي اللحظة اللي بوقف فيها عن مساعدتك وبيبلش يستهلكك. مثلا بعثت رسالة لشخص وما رد علي، شو ممكن يصير؟ رح ضل فكر، أكيد زعل، يمكن فهمني غلط، يمكن أنا قلت شي زعجته فيه. بينما بالحقيقة الشخص ممكن نايم أو مشغول، بس دماغه قرر يكتب قصة كاملة بدون أي دليل. طيب شو فينا نعمل؟ ما فيك تمنع القلق، بس بشطارتك بتقدر تدير علاقتك فيه. في شغلات صغيرة ممكن نبلش فيها تساعدنا شوي. جرب تكتب أفكارك، بس تنكتب تخسر شوي من سطوتها وبيبين إذا فعلا منطقية ولا بس وساوس. واسأل حالك دائما، هل في شي حقيقي عم بيصير ولا أنا عم خمن؟ وشو الشي اللي فيني اتصرف فيه فعليا؟ من الحيل يلي قرأت عنها وعن جد بتساعد إنك تخصص وقت للقلق. إيه عن جد، ربع ساعة باليوم للقلق وبس، وباقي الوقت مو وقته. وإذا كنت بتحس إنه هالشي عم بيأثر على حياتك اليومية، النوم، الشغل أو علاقاتك، لا تتردد وتحكي مع مختص. في ناس شغلتها تساعدك وتطلعك من هي الدوامة، والعلاج المعرفي السلوكي فعليا من أكثر الطرق يلي نفعت عالم عايشة بهالدوامة. لهيك شاركنا بالكومنت، في شي فكرة أو موقف ضليت عم تفكر فيه أيام وبعدين طلع كل شي عادي؟